انا محتاجه حد يقعد معايا يقول لي تشيكي الكاميرا قبل ما تصوري، لان انا كنت بصور كل ده بالكاميرا الاماميه. هاي يا جماعه. هاي fellas and welcome to my gossips. سوري على هذا المنظر، طلع لكم في نص السكين كير، بس هو الوقت اللي انا فاضيه فيه اليومين دول. وطبعا يعني بشرتي بتستغيث الايام دي، الدنيا تلج، هتستحملوني بقى طول الفيديو بهذا المنظر. ممكن نعتبر هذه الكي دراما يعني underrated، لان انا حابه اتكلم فيها بليز، لان هي للممثل اللي انا بحبه، واتفرجت له على مسلسل واحد وهو The Judge from Hell. he was so perfect اللي هو انت ما بتمثلش كتير ليه حضرتك؟ والمسلسل ده هو طالع فيه كي بوب ايدول. مش عارف، انا بتابع BTS، فانا كي بوب ستان. طيب عشان نخش في الموضوع على طول مطولش عليكم، زي ما قلت لكم ان المسلسل بيتكلم عن كي بوب ايدول ومحاميه. المحاميه دي فان للكي بوب جروب اللي فيه الكي بوب ايدول، وحكايتها بتبتدي معاه من قبل ما يترسموا. يلا ها، يعني هي شافته كبني ادم قبل ما تشوفه كي بوب ايدول. he was the reason ده، يعني ان هو انقذها حرفيا، يعني هو فعلا انقذها، مش انقذها باغانيه، لا هو انقذها فعلا. as a K-pop stan، وانا كنت بشوف هذا العمل الجميل الجامد، كنت بشفق على الكيبوب ايدول. اتضايقت شويه من الفانز بيعملوه او الساسانج، لان هم هنا موضحين الفرق جامد جدا ما بين الساسانج والكيبوب فان، لان هم الحقيقيين او الهاديين. هنشوف بقى حياة الكيبوب ايدول من حيث ان الساسانج بيطردوه ازاي، وهو من كتر ما هم بيضغطوا عليه هو كده حاجة اسمها فان، وهم ازاي بيوصلوا الفنان ان هو يخرج عن شعوره، فيبتدوا يتكلموا عليه ان هو ايه ده، بصوا ده عامل ازاي ومش عارف ايه، وهو من كتر التوتر عنده توتر زيادة عن اللزوم، وبياخد ادوية عشان تهديه. بصوا موضوع كده. فايه بقى الفكرة اصلا اللي بيتكلم عنها المسلسل كله؟ فكرة ان الكيبوب ايدول ده جاله واحد من الفرقة، هم اصحاب جدا من زمان، وجي قعد معاه في نفس الشقة، يعني سهروا مع بعض وكده. في اليوم ده هو سهر معاه، وبعد كده نام وصحي لقاه في بيته. اوه ماي جاد. وهم كانوا قبليها بشوية كان بيتخانق مع الجروب، بس ما كانش بيتخانق معاه هو، بس هو كان بيتخانق مع الجروب لانه هو والشخص اللي هو وو سونج ده بيستيز، يعني دولايك وو سونج ار بيستيز، بس الجروب هو فيه تنشنة شوية. كان واضح قوي ان شخصية دولايك ده شخصية قذرة يعني، بس من كتر اللي هو بيشوفه او شافه ومش عارف يعبر وبتاع، وبعدين هو كمان بيحاول يبقى كويس وبتاع، والناس عمالة تضغط عليه وكده. اول حد هنشك فيه مين؟ هنشك في مين مثلا؟ اكيد هنشك في الكيبوب ايدول. بس في لقطة جابوها كده في الاول حسستني ان شخص ما هو القاتل، بس عارفين لما الكاميرا تبعد شوية عن شخص معين طول المسلسل فانتوا همشتوه خلاص، ملوش لازمة. ركزوا بقى مع الشخص اللي ملوش لازمة ده. في شخصين ملهمش لازمة، فانتوا كده انا ما حرقتلكمش حاجة، انا ستيل مش هحرق لكم. لما المحامية عرفت الحوار ده وان هو اتقبض عليه وكده، لان مفيش اصلا دليل ان في حد خرج او دخل او كده، انا حرفيا ده المشهد اللي جه في دماغي كل ما يقولوا مفيش حد لا دخل ولا خرج والدنيا بتمطر. شغالين شهدوا ان مفيش حد لا دخل ولا خرج من الفيلا، مع ان معتز من القديم دخل وخرج ومحدش شاف. هي هتروح له اول ما يتقبض عليه وكده، وتروح تساله يعني انت اللي عملت كده، او انت حاسس ان انت اللي عملت كده؟ مش فاكره السؤال قوي، بس تقريبا هو ده اللي هي سالته له يعني، فهو مرضيش يرد عليها. فامتنعت ان هي تبقى المحاميه بتاعته، عشان يعني خايفه ان هي ما تتعاملش بطريقه احترافيه وما تتصدمش فيه الاثنين. فعينت حد تاني من الشركه اللي هي بتشتغل فيها يعني، بس طلع جبان ما خدش القضيه بتاعه المغني. فهي قالت له هو انت سبته لوحده؟ قال لها انت ما تعرفيش مين وكيل النيابه اللي ماسك
او الدفاع اللي ماسك القضيه دي. فطلع بقى واحد بقى ايه تقيل كده وابوه جامد وبتاع. طلع اصلا كان معاها في المدرسه وكان بيتنمر عليها زمان عشان هي باباها اتاخد في قضيه ظلم وانتحر. فكان كل شويه يقولوا لها يا بنت القاتل يا بنت القاتل وكده. وتفضل معاه واحده واحده لدرجه ان احنا في مرحله المخرج هيبقى بصوا بيلعب بينا كده زي ما الادله بيتلعب بيها حرفيا. انا حسيت ان انا اول مره اشوف مسلسل حد احس ان في حد بيستهزأ بيا كده. انت بتعمل معايا كده ليه؟ مش انا اللي في المسلسل. فحقيقة حبيت المخرج في الحته دي، لان عارفين لما يجيبوا مثلا في الحلقه الجايه هيحصل ايه، فاحنا في الحلقه الجايه بنكون مستنيين حاجه فتطلع حاجه تانية خالص. يعني في حلقه من الحلقات احنا شكينا ان وسونج ده هيطلع عايش في الحلقه اللي جايه من كتر بصوا احنا خلاص ما احنا مش عارفين بقى مين القاتل ومفيش حد اصلا عنده دليل وموبايله مش موجود. فاللي هو خلاص ايه مفيش حل غير ان هو هيطلع عايش. وهو طلعه فعلا في حلقه من الحلقات يعني فضل مكتب وفجاه طلعه كده طالع من اسانسير. هتفهموا ايه؟ هتفهموا ايه؟ ما خلاص يعني. ولان هم بينوا بقى ان في شركه تانية بتحاول تضغط عليه عشان يجوا كجروب وبتاع ومضت مع دورايك. فاحنا حسينا ان هو زي في موته عشان ايه يخلع من الشركه دي مثلا. فاللي هو طلع لا عادي هو لسه ستيل ميت ولسه بنحقق. حرفيا انا مكنتش فاهمه اللي هو جالي صداع كده لمده اسبوع ما كنتش عايزه اتفرج على الحلقه اللي بعد كده. بس يعني خلاص ما خلاص اخر حلقات دي. المحاميه دي بقى هتاخده معاها البيت قعدوا معانا مفيش حته امان ولا بيت ولا شالت بقى كل البوسترات بكل الميرش بكل حاجه. بس هو هيكتشف في الاخر وبعدها هيكتشف ان هي دي البنت اللي هو شافها زمان. وبعدين بقى هيعجب بيها. هو اصلا كان معجب بيها من قبل ما يكتشف ان هي الفان بتاعته بس لما اكتشف ان هي الفان بتاعته بعد عنها شويه. وبعدين بقى اكتشف ان هي البنت اللي هي ايه اللي هو شافها قبل ما يبقى ايدل يعني. وبعدين بقى هيبتدي يبين لها ان هو بيحبها بعد ما هي كانت فان ليه. بقى هو بقى هيبتدي يبين لها ان هو بيحبها. بصوا في لحظات كتكوته كده لذيذه قوي بالذات الحته اللي هو بقى ايه هيبقوا مع بعض بجد بقى. يعني هو لما هيعترف لها بمشاعره هتقول له سيبني افكر مش هتدلق عليه كده. انا عاجبني شخصيتها قوي بجد بجد عجباني شخصيتها بطريقه ان هي ازاي شي واز سو بروفيشنال ورمت مشاعرها على جنب لدرجه ان هو ما عرفش ان هي فان اساسا. واحنا في نص المسلسل بنتعامل معاها عن ان هي محاميه ولا فان ولا نيله مستنيين بقى. وبعد كده بقى ايه يبتدوا بقى يخشوا شويه شويه في علاقتهم لدرجه ان هي هتبقى بتحجز الميرش وهو قاعد جنبها بيقول لها طب ما انا ممكن اجيب لك واحده. فقالت له بقى خليني اكمل بتزق الفنان عشان خاطر تشتري حاجه الفنان. انا ما شفتش كده والله يعني. وكمان جاب لها دعوه للتذكره بتاعته فهي استحرمت وقالت له لا ووقفت في الطابور زيها زي بقيه المعجبين عادي. فكانوا حاجه يعني قمه الجمال بجد. انا لو كنت حسيت للحظه ان هو عامل زي لافلي رانر انا كنت هلغي رحلتي بجد حتى لو الممثل اللي انا بموت فيه. بس طلع قصه رهيبه قوي يا جماعه. انا كيبوب ستان انا استمتعت بكل لحظه. يعني انا حسيت بمشاعر الكيبوب ايدلز بالساسانج بقى. يعني اكيد يعني يا رب الساسانج يفهموا هما بيعملوا ايه في حياه البني ادمين بجد. وعجبني قوي حته ان هما جايبين الفرق ما بين الساسانج والريل فانز. يعني بصراحه دي حته تحسب لهم. وكل حاجه في المسلسل ماشيه بالشعره مفيش حاجه قل عن حاجه كده وكل حاجه ماشيه مظبوطه بطريقه يعني ساتسفاينج للبني ادم انتوا مش متخيلين بجد. الكاركترز مكتوبين حلوه قوي. في دفى كده في المسلسل في دفى وفي مشاعر رهيبه. انا عرفت اصلا ان الممثله دي هي اصلا she has a boyfriend for over 8 years حاجه كده 8 سنين 10 سنين. فيعني بس انا حسيت ان هم كابلز فعلا يا جماعه. يعني الكيمستري ما بينهم رهيبه. Yeah, that was the gossip of today. Hope you enjoyed watching it. ما تنسوش طبعا تقولوا لي شفتوا المسلسل ده ما شفتوهوش عجبكم ولا لا. وكنتوا متخيلين القاتل هيطلع هذا الشخص ولا اتصدمتوا صدمة عمركم اللي ايه.
هيجيب من البتاع ده خلاص كده ماشي. ماشي. هو في حتت بس يعني خلاص ماشي. كفاية بجد. طبعا مش كمان بص الجلو، الله واو. استنوا اجيب لكم اسمه. هو ده الفيس ماسك يا جماعة، بجد الجلو تحفة قوي، واو. I'm feeling super moisturizing right now بصراحة. خلينا خلينا نكمل الحوار ده. بحب اعمل كده بقى يعني، فاهمين؟ بعد ما اخلص احط الباقي منه ايه، moisturize my hand كده. اصل يعني بقية البرودكت هيروح فين؟ مش هوصيكوا طبعا تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. see you in another video or gossip. احتمال كبير، بصوا مش هقول لكم المرة دي عشان المرة اللي فاتت ما رحتش، يا استنوا الفيديو اللي جاي احتمال يكون فيه فلوج.